شكرا لكم أعزائي. الآن نفتتح حفل يتضمن حفلنا هذا فقرات متنوعة نرجو أن تلقى ترحيبكم ونؤنس مجلسكم بقراءة آية ذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ القارئ أحمد جبر الشمري. فليتفضل. شلونك؟ شلون صح؟ شلونكم عندي؟ زين ان شاء الله. شلون صح؟ انت منو؟ شلونكم عندي؟ انا جيت وحدي والله. استريحوا بفرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين مستقيم
العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم هم لا يؤمنون من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلي العظيم. ومساهمات طيبة. نقدم ابتداء الشكر الجزيل على حضورهم ومشاركاتهم. كلمة الأمانة العامة لمنظمة البصيرة يلقيها الأستاذ رائد طاهر حمد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. صدق الله مولانا العلي العظيم.
أيها الإخوة السيدات والسادة، نرحب بكم أجمل ترحيب، وحياكم الله وبياكم، ونشكركم تقيمه منظمة البصيرة لرعاية المكفوفين احتفاء بيوم الكفيف العالمي الذي صادف قبل أيام ولا زلنا نعيش ذكراه. ارتأى العالم أن يكون لكل يوم حدث ويحتفون به، فهناك اليوم العالمي للبيئة، وهناك يوم عالمي لمكافحة التدخين، وهناك اليوم العالمي للعصا البيضاء، وهناك اليوم العالمي للكفيف. نحن في هذا اليوم المبارك نجدد ترحيبنا بكم، ولا بد أن نشير أن شريحة المكفوفين خاصة في العراق عانت ما عانت من المأساة والذكاء، وأن يكون لكل شخص شريف مسؤولية للنهوض بهذه الشريحة واحتضان الطاقات التي تمتلكها هذه الشريحة. منظمتنا ارتأت أن يكون هذا اليوم 17 من كانون الثاني عام 2011 ليكون يوما للكفيف العراقي، حتى نثبت للعالم وننقل صوتنا. نحن نرفض التهميش، ولنقول لهم أن زمن التهميش قد ولى إلى غير رجعة، وعلى الحكومة العراقية والبرلمان تفعيل المادة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور، ويجب أن يفرقوا بين شريحة المكفوفين من جهة وشريحة المعوقين من جهة أخرى. يجب على القانون في هيئة منظمات المجتمع المدني، وبالأخص الدكتور فائز طه سالم والحضور دون استثناء على حضورهم ومساهماتهم، وبالأخص وزارة الشباب والرياضة. كما نشكر القنوات الإعلامية، ونحن نوجه دعوة للإعلام أن يكون لشريحة المكفوفين دورا لهم كما يكونون للشرائح الأخرى لهم، وحيث نسمع الإذاعات والتلفزات تركز على شرائح وتنسى هذه الشريحة، فعلى الإعلام أن يكون له الدور وأن يبحث هذه الشريحة، وعليهم أن يقدموا التسهيلات وفق التسهيلات. مرة أخرى نهنئ المكفوفين بيومهم، ونهنئ كل مكفوف بيوم الكفيف العالمي الذي يحتفل به العالم في 4 من كانون الثاني من كل عام، كما جعل العالم أياما لهذه الشريحة مثل العصا البيضاء وإلى غيرها. مرة أخرى نرحب بكم في حفلكم، ونوجه شكرنا دون استثناء إلى كل من حضر ومن تعذر عليه التحضر ومن تعذر عليه الحضور لظروف قد منعته من الحضور. ونسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وبأيدي منظمتنا أن يقوموا بخدمة هذه الشريحة، وأن ندعو مرة أخرى الجهات المسؤولة إلى الالتفات إلى هذه الشريحة وعدم تهميشها. ووفقكم الله وسدد خطاكم، وأخذ الله بأيديكم لخدمة هذه الشريحة، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في العراق نتمنى أن تكون لها الدور الفعال أكثر وأكثر، ووقوف الجهات المسؤولة والرعاية لهذه المنظمة وجميع المنظمات التي تقف بجانب
المجتمعات المدنية التي تكون الصلة بين المجتمع والحكومة. الآن كلمة أخرى الدكتور فائز طه سالم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ليوم بهيج، ونحن نشاهد نتاج أعزائنا من منظمة البصيرة الثقافية العزيزة، وهم يقدمون عملا من نتاج أعضاء المنظمة ليدعموا مسيرة العراق الجديد. فلم تقف الوزارة حائلا أمام هكذا نتاج، بل كانت الداعمة والساندة لكل المنظمات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، وتحاول بكل الطرق الدفاع عن مسيرتها وتقديم لها الأفضل. وكما عهدتنا وزارة الشباب بإسهاماتها للحركة الشبابية، فلكم منا كل التوفيق والنجاح، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كلمات المودة والترحيب، من كفاءات العراق من تجمع كفاءات العراق المستقل يلقيها الأستاذ فتحي الربيعي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وأني أخواتي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يتوقف طموح الإنسان عند حد، وأحيانا يكون ذلك الطموح رهن إرادته وعزيمته فيما ينبغي الوصول إليه. وقيل في المثل: من جد وجد، لأن الجد في الوصول إلى الهدف عن عزيمة وإرادة صلبة. وقد دون من تلك العظام الذين تركوا بصمات واضحة في تاريخ الإنسانية وبناء الشخصية الإنسانية، والسعي إلى إصلاح المجتمع الإنساني. وإن موعد لقائنا في هذا اليوم العالمي للكفيف، والذي تقيمه هذه المنظمة المباركة، منظمة البصيرة الثقافية، واجتماع الأصحاب في هذه الساعة لم يكن لقاء لنجامل بعضنا بعضا، إنما هو لقاء نكبر فيه همما وعزائم استحقت منا التقدير والإجلال لكوكبة من الأشخاص المكفوفين الأكفاء بلغ بهم طموحهم أن ينالوا الثريا أسوة بأقرانهم من أبناء المجتمع، من أصحاب الثقافة المتنوعة، ولم يقف العوق لديهم حائلاً ومانعاً من أن يخوضوا شوط الحياة مصائبها وتحدياتها، حتى كان لهم موضع قدم تحت الشمس وبصمات واضحة في مواكبة العلم وتطور الحياة. وكان حرياً ولزاماً من موضع المسؤولية العلمية والنزعة الإنسانية أن يحاطوا بالتقدير والإجلال والرعاية والعناية والإكبار أكثر من غيرهم، غير أن الأيادي قصرت عن الوصول إليهم، والمساعي تعثرت في طريق استنقاذهم ورعايتهم والعناية بهم وتلبية مطالبهم. هذا وإن منهم من حاز على الكفاءة العلمية وارتقى إلى نيل الشهادات منها الماجستير والدكتوراه، وليت شعري أمثل هؤلاء يتركون
وعنهم يتغافلون. لعمري فهذا ضياع لقيمة الإنسان وهدر لطاقته الجبارة إن لم تستثمر، وإلا ذهبت أدراج الرياح. لا أريد إطالة الحديث وأختم بجملة واحدة أتأمل من الأخوة المسؤولين من مد يد العون لهذه الشريحة المظلومة، والله ولي التوفيق. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إيمانا منا بأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. سعت منظمة البصيرة الثقافية جاهدة ومنذ تأسيسها لمساعدة المكفوفين والأخذ بأيديهم وإخراجهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ليرتعوا في رياضه وينهلوا من معينه، وليهدي عقولهم لما فيه صلاحهم. استعراض بأهم الأنشطة الثقافية التي قامت بها منظمة البصيرة ومنذ تأسيسها. أولاً، قمنا ومنذ العام 2006 بتوزيع المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية رغم الإمكانيات الضعيفة التي لم تجعلنا نأخذ بتغيير المناهج التي تتبعها وزارة التربية، علما أن عدد المستفيدين من المناهج الصوتية يصل إلى 400 مستفيد في عموم العراق. ثانيا، وللرقي بالكفيف العراقي إلى المستوى الذي وصل إليه أقرانه من العرب وغيرهم في المجال التقني، قمنا بأول دورة في العام 2006 على نظام ويندوز XP التي تعنى بتأهيل المتدربين على إدارة الحاسوب بكافة عملياته. أجرت هذه الدورات تغيرات جذرية في حياة من أتقن إدارة الحاسوب، فإننا نجد اليوم كفيفاً ينجز بعد تخرجه، وآخر يحضر رسالته، وثالث يكتب أطروحته، ويبحثون ويتصفحون الإنترنت ويشاركون في منتديات الحوار دون الاستعانة بالآخرين. ثالثاً، وكما هو معلوم للجميع أن قارئات الشاشة والتي تمكن الكفيف من إدارة الحاسوب هي برامج غالية الثمن، يصل سعر الواحد منها إلى $2000 أو أكثر حسب الوظيفة التي يؤديها، علما أن هذا البرنامج متاح للاستخدام الشخصي. قمنا بتوفير برامج بديلة أو برامج غير مرخصة، وذلك ليتسنى لكل المكفوفين في العراق الاستفادة من الحاسوب والخدمات التي يقدمها. وإن المستفيدين من الدورات والبرامج التي وزعت ولا زالت توزع مجانا وصل إلى 550 مستفيد في عموم العراق. رابعا، وإكمالا لما بدأناه، استطعنا بحمد الله أن نوفر البرامج التي تمكن الكفيف
من استخدام الهاتف المحمول أيضا مجانا، ولا نستطيع إحصاء المستفيدين لهذه الخدمة لأن العدد في تزايد. نعم. الخامسة، قمنا بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني بدورات لحث المكفوفين وعوائلهم على المشاركة في العملية الانتخابية قبيل الانتخابات التي أجريت لمجلس المحافظة والمجلس التشريعي. سادساً، شاركنا بشكل فاعل في المؤتمرات التي أقامتها منظمات المجتمع المدني وبدعم مباشر من وزارة الرياضة والشباب في معظم محافظات العراق. سابعاً، حرصنا على الجانب الرياضي ابتداءً من الرياضة الفكرية والدورات التي أقيمت لهذا الجانب، وصولاً إلى مشاركة المكفوفين في الأندية الرياضية، وإنشاء فريق لمشاركة المكفوفين في البطولات التي تقيمها اللجنة البارا-أولمبية. عاشراً، لم نهمل من فاتتهم فرصة التعليم، فنحن مستمرون بإقامة دورات محو الأمية والتي تمكن الكفيف من القراءة والكتابة بطريقة برايل، كما تمكن الراغبين من العزف على الآلات الموسيقية على الرغم من قلتها. 11، لم نهمل الجانب الإنساني، فقد قمنا وبدعم متقطع من المنظمات التابعة للهلال الأحمر بتوزيع المساعدات الإنسانية على المتعففين من المكفوفين. نعم. وقبل الختام عندي عتب ورجاء. العتب على وزارة التربية بكافة مديرياتها، ولهذا العتب شقين. الشق الأول أنها لم تمد يد العون للإخوة المكفوفين من حملة الشهادات لتعيينهم. الشق الثاني، نجد أنها أهملت الطلبة المكفوفين في المرحلة الثانوية، فكما يجب عليها توفير المناهج لأقرانهم من المبصرين، فيجب عليها توفير المناهج نفسها للإخوة المكفوفين. وكما قلت لكم أن العدد يعني قرابة 600 مكفوف، هذا اللي نعرفه واللي نعرفه الله يعلم، هذا اللي نعرفه. فالمكفوفين حقيقة ما قاعد توفر لهم المناهج، فنرجو من المعنيين يعني أخذ هذا الأمر على محمل الجد، ويعني أرجو اتخاذ اللازم مع التقدير. الرجاء، أسأل الله أولا أن يوفقنا، أسأله وأقسم عليه بحق محمد وآله أن يوفقنا لخدمة هذه الشريحة التي عانت ما عانت ولا نتطرق لما عانته، فنرجو الله ونسأله أن يوفقنا لخدمته، ونرجو ونطلب من الذين يتمكنون من مساعدتنا أن يمدوا لنا يد العون للمضي في خدمة هذه الشريحة، أو للمضي لخدمة هذه الشريحة بأكثر من ذلك، والرقي بهم إلى المستوى الذي يطمح له كل مواطن عراقي يطمح له لخدمة هذه الشريحة. آسف على الإطالة، أسأل الله أن يوفقكم. شكرا لحضوركم وشكرا لتجشمكم عناء المجيء ووصولكم
هنا لم يزدد سرورنا بإقامة هذا الاحتفال قدر ما سررنا بحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثقافية فليتفضل. من نوعها يقوم بها المكفوفين في هذه المنظمة. قبل المسرحية هناك كلمة للأستاذ ممثل وزير الصحة محمد فاضل الأستاذ محمد فاضل باوي، فليتفضل. سيد وزير الصحة ومسندات العمليات الطبية والخدمات المتخصصة، أقدم التهاني والتبريكات إلى منظمة البصير لرعاية المكفوفين، داعيا من الله العزيز القدير بالتقدم نحو الأفضل لخدمة شريحة المكفوفين، وإن شاء الله أبواب وزارة داعيا من الله العزيز القدير أن أعطى نور إلى جميع المكفوفين، ومن الله التوفيق. أشكركم. الثقافية، وكما قلنا أساتذة الحضور أن هذه التجربة نوعية نادرة للمكفوفين الموجودين في هذه المنظمة. شكرا لكل الحضور، وشكرا لمن قام على هذه التهنئة، ومن قام بهذه المسرحية، ومن قام بتأليفها، وحضور من صعد المنبر لإلقاء كلمته. القسم الثقافي في منظمة البصيرة الثقافية يقدم أحلام معطرة، انتصار لغة الزهور على العنف والدمار، تأليف إبراهيم حسب الله، إخراج صادق أعذار، صوت عمار الحامد. أحلام معطلة، تنفيذ فرقة منظمة البصيرة الثقافية. أحلام معطلة. إنه صباح جميل. زهور 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 الصباح بكل ألوانها وكل صنوفها. زهور زهور الصباح يحمل عينيك بجمالها. زهور زهور الصباح. زهور
عشاق مدينتي، وعشاق مدينتي أما زالوا يعشقونها. نعم نعم يا سيدي، عشاق مدينتك يموتون من أجل عشقهم ويجبرون الحياة على أن تبتسم لهم. ابتسامة ليس لها لون، كما هي جميع الأشياء يغرقها لون واحد. كلا كلا يا سيدي، لونك هذا لا يستطيع أن يلغي ألوان نوري. ألوان لا أحد ألوان تسربت جميعها من بين أصابعي، ولم يبقى سوى لون واحد كاد يقتلني، لون اختفت فيه جميع طموحاتي وجعلني أعيش مركونا في زاوية اليأس المطلق. إنها العتمة. العتمة؟ من الذي يتحدث عن العتمة؟ أتعرف ماذا تعنيه؟ نعم لأني أنا العتمة نفسها. التأديب يا سيدتي. ولماذا؟ لأني كنت أرى الحقائق. مهلا يا سيدتي، من تكونين؟ صباح الخير سيدتي. صباح الخير سيدي. أعطيني زهرتي البيضاء. كيف حالك؟ بالخير والحمد لله. أما زلت تبحث عن عمل؟ نعم يا سيدتي، طرقت جميع أبواب الدوائر ولكنها مغلقة. عجبا، إنك صاحب شهادة متميزة. نعم يا سيدتي، هذا ما يلمني، وكأني الوحيد الذي أرى شهادتي، ولكني لم أتوقف. يعجبني إصرارك. شكرا، إلى اللقاء. أكمل يا سيدي. وماذا أكمل؟ والكلمات أصبحت مثلي تتخبط بين ظلمات الروح كما ترين. نعم يا سيدي، إني أراك وأرى النور في قلبك سينتصر على العتمة.
لكنهم مزقوا جميع الخرائط. هل مزقوا بقاء روحك؟ هل سلبوا النور من قلبك؟ ومن يستطيع إن الله وهب النور بالقلوب. ألم تسمع بالقلوب السوداء هي التي تكره الحياة وتكره الدخول وكل شيء جميل، هي التي مزقت الخرائط. إذن من سيدلني على الطريق؟ من سيدلني على الطريق؟ من سيدلني على الطريق؟ من سيدلني على الطريق؟ يجب أن يكون عكازك الحب. أنا لست المتسول. الحب يقود إلى الذل. الحب يقود إلى الله، والله قوي. الحب طريقه الضعف، والضعف يقود إلى الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان. لا تزل الستار في وجه الشمس، نحن جميعا بحاجة إلى النور. الحياة هي التي أزلت الستار عنها. معاذ الله. الحياة من صنع الله، ونحن الذين أغلقنا الأبواب في وجهها. عليك أن تكون عاشقا لكل زهور العالم بكل ألوانها وكل صنوفها. الجميع يحتاجك وأنت تحتاج الجميع. زهور إن هذا النداء يذكرني بصديق لي كان معي في المعتقل. كنا نلقبه بأبي الزهور. كان يعرف كل أنواعها وأصنافها، وكان يعشق الزهور إلى حد الجنون. في المعتقل كنا لا نميز النهار من الليل، وكانت المناسبات تصلنا عن طريق الهمس السري، وكنا نحتفل، وأقصى حالات احتفالنا أن ينظر أحدنا لوجه الآخر ويبتسم، وأحيانا تصل إلى حد القهقه. كنا على أي حال كنا نحتفل، ولكننا كنا ندفع الثمن، وما زلنا ندفع الثمن، وما زلنا ندفع الثمن، وما زلنا ندفع الثمن. زهور. أتسمع هذه الأصوات؟ أتسمع هذه الأصوات؟ هل تسمعها؟ نعم، إني أسمع. إنهم يريدون أن يشوهوا
يجب أن نحمي الزهور لتستمر الحياة. لتستمر الحياة. تستمر الحياة. لتستمر الحياة. لا شك أن الدستور العراقي لن ينسى الكفيف العراقي، فقد ذكره بفقرات دستورية. حمدي بعنوان الكفيف والدستور، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. في نظرة سريعة لنص المادة 32 من الدستور العراقي الدائم دستور سنة 2005، والذي تضمن نصا دستوريا فريدا لم تجيء به الدساتير السابقة، ابتداء من الدستور العراقي الدائم الأول دستور سنة 25 وانتهاء بالدستور الأخير، فقد نصت على نصا قانونيا يتضمن أنه ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم. ولدى عرض النظر على النص الدستوري نلاحظ أنه هناك شقين من هذا النص. الشق الأول يتضمن أنه ترعى الدولة المعاقين، والشق الثاني هو تأهيلهم وضمان توظيفهم في دوائر الدولة ومؤسساتها. لتطبيق النص الدستوري المذكور نطالب بالمطالب التالية: أولاً أن تكون هناك هيئة مستقلة للمعاقين كي تقوم بتطبيق النص الدستوري المذكور، وهذه الهيئة تختلف عن دائرة الرعاية الاجتماعية المرتبطة بوزارة العمل. ولا شك أن الدستور العراقي الحالي قد تضمن نصوصا تكفل تشكيل الهيئات المستقلة كهيئة النزاهة وهيئة الانتخابات، بالإضافة إلى باقي الهيئات المستقلة، ونطالب أن تكون هناك هيئة للمعاقين مستقلة عن المشار إليه آنفا. المطلب الثاني: لكي تعمل الهيئة المذكورة يشترط أن يكون هناك نصاً تشريعياً قانونياً تقوم به السلطة التشريعية التي هي البرلمان الحالي. والنص التشريعي يجب أن يكون هناك مشروعاً لقانون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة يتم تشريعه بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ومناقشة المشروع المذكور في ضوء القوانين في الدول المتقدمة، حيث أنه لا يتضمن التشريع العراقي أي نصاً قانونياً يعالج مسألة المعاقين والمكفوفين سوى نص المادتين 98 و 126
من قانون الرعاية الاجتماعية. والمادتين المذكورتين شملتا العاجزين أيضا بالإضافة إلى المعاقين. أيضا نطالب بأن يكون هناك معهد للمكفوفين في جانب الرصافة، حيث أن المعهد الوحيد في بغداد في جانب الكف، وهذا لا يكفي بأعداد المكفوفين الهائلة والمعاقين في جانب الرصافة، خصوصا وأن محافظة بغداد حوالي 5 سكان العراق. كما نطالب بأن تكون أمثال هذه المعاهد في باقي المحافظات. بالإضافة إلى ذلك نطالب رعاية من ذوي حملة الشهادات الجامعية والمعاهد الفنية من قبل الدولة، وتوفير مقاعد خاصة في قبول المكفوفين في الجامعات والمعاهد العراقية، بالإضافة إلى توفير مقاعد خاصة بالنسبة للدراسات العليا، وتسهيل مهمة طلب العلم، خصوصا وأن العلم من الحاجات الأساسية للإنسان. هذا في جانب الرعاية. أما في جانب التأهيل فيشترط أن تكون هناك المؤسسة التي سوف تشكل وبالتنسيق مع دوائر الدولة ومؤسساتها أن تقوم بتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين خصوصا من حملة الشهادات، وتعيينهم في دوائر الدولة وخصوصا المؤسسات التعليمية. والحضور الكرام جزيل الشكر والاحترام. يلا تعال. اي تعال. حيدر. أعزائي الحضور، الآن فترة استراحة وبعدها تقديم الهدايا للطلاب المتميزين والمتفوقين. حيدر سير ورا. ايه استاذ شرطه هذه ممنوع. حيدر صفح علي. وزير الحصر هاك كفايه لك، هاك ما حد يعينك وروح ابويا، هاك كفايه. شوي جاز. استلم ذيك فوق. ها؟ استلم. اي لا. عمال.
فوت الساعة محفوظ. طبعا وفد كردستان. يلا تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. راح يقعدون هنا كاميرات. بعد احمد الاستاذ وياهم. صباح تعال. السلام عليكم. السلام هنا. يا الله السلام عليكم. السلام عليكم. تعال هلا حبيبي. بارك الله فيك. شلونك استاذ؟ بارك الله فيك. بارك الله. الله يسلمك. الله يكرمك. شلونك استاذ؟ حياكم الله بالسليمانية. حياكم الله بالسليمانية. كاميرات. عوفة صارت ثقيلة عوفة. البركة استاذ احمد. خير والبركة. بارك الله فيك. والله كاميرا وترجم لنا زين. السلام عليكم. السلام. استاذ فتحي من تجمع الكفاءات. حسن ملاحظة. رزاق. وين رزاق؟ صباح جواب خالي اقرا. ها؟ اقرا. السلام عليكم. شلون السيد؟ شلون صحتك تاج راس؟ ان شاء الله صحتك الله يرعاك. شلون؟ والله زين يا سلام.
نعم استاذ. اي استاذ هسه اقعد. وين استاذ عيسى؟ ماكو سياره موجوده. اذا سياره موجوده يلا اي طلع يلا قال كلمات. الكلمة الآن للأستاذ أحمد رئيس تجمع اتحاد المكفوفين في كردستان العراق، فليتفضل مشكورا. بناوي إخوائي پروردگار بسم الله الرحمن الرحيم. خوشكوبران لا چیا برزكاني كردستان او جوان ترين صلاوي سوزو خوشويستان بيشكشكم. أنقل أحلى تحيات من جبال كردستان من المكفوفين إليكم. برزان من خوش حالم كيستا لقل يوا خوشكوبراني نابينا لبايمو بشدارتانا كملم كمؤتمرا. يشرفني أن أحضر معكم مع المكفوفين في هذه العاصمة العراق الذي يجمعنا كلنا. عزيزان يمينا بنا لهم سلاسل العراق في عثمان بيقبون ويقرتنا لبناوي برسكرنا ويأسي روشن بيريو ثقافنا بنانا. لابد أن نتحد المكفوفين في العراق جميعا لجعل المكفوفين يرقون أحسن تعليم ويتحدون كلهم لأهدافهم. خوشويستان نابنايني كردستان باش حفظال توانية من كونغري خويساز بداو جاركي كان كاري وقران كاريكي الرشيي لناوكي في نابنايني كردستان دا دروز بكعبة مبستي خدمة كردني نابنايني كردستان وعراق وهروها يقرتني لقل همو نابنايني عراقا ببرنامجي توكمو بيشكوتو كبتواني خدمتي سرجم نابناينك. بعد لقد عقدنا مؤتمر موحد لتشكيل إدارة جديدة ليخدم المكفوفين في العراق جميعا. خوشكوبران بيمان خوشو لقل مانا بجداري كان بلان لبر كمي درفتو نبوني باردوخ تعبير لأخواتي هم لا كاببوني ويكي كدنا بناكم إن شاء الله عن قريب سوف ندعوكم إلى احتفالية جماهيرية يشارك به كل أطياف الشعب العراقي من المكفوفين من الشمال إلى الجنوب. برزان إرمو إرواهم من بيرقص بيدو كاركين لبناوي ويكي بتوانين أو خوشكوبرانا بنا نمان لكم الغادة براون بيويسيان برنا نويناوكم مرات بوي بتوان نواني شوكو فردك يمكم الغاية خدمتي ولاتك معكم. نطلب منكم ونحن معكم أن نعمل بيد واحد لإرجاع هؤلاء المكفوفين من الصبية إلى المجتمع وندمجهم معهم في التعليم. من خلال الاحتفال والاحتفاء بطلبتنا الأعزاء أن تقدم لهم جزاء بما يستحقونه. تكافئ منظمة البصيرة هؤلاء الطلبة وهم خريجو الدورات الحاسوب شهادات تقديرية. صلاح عليك. الآن يتفضل
ستار حيدر ستار وقواعد حلو كان نشكر استاذ فتحي نشكر استاذ فتحي تفضل استاذ احمد لتوزيع فاروق علي باشا هذه من المصحف حيدر يصير منك بعد منو؟ نجم عبد الله. السلام عليكم. هلا استاذ نجم. استاذ احمد يسلم عليك. هذا هسه الله يسلمك. إلا نتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى كل من ساهم بإنجاح هذا الحفل، كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذ أحمد رئيس اتحاد كردستان لحضوره ومشاركته احتفالنا هذا، عاملين من الله العلي القدير أن يحفظ شريحة المكفوفين من كل داء ومن كل مكروه، إنه معلن نعم المولى ونعم البصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال وين صبا ورشا؟ صبا ورشا؟ صبا وين؟ طلعتهم كيف؟ هاي لا تخاف لا تخاف لا تخاف ماكو شيء.